النهارده انا بجرب نيسان اكستريل الجديده بمنظومه الاي باور الجديده اللي لسه الناس بتتعرف عليها. في الفيديو ده انا هعرفك منظومه الاي باور شغاله ازاي، وهل في فرق ما بينها ما بين العربيات الهايبريد ولا لا، وهل العربيه دي كهرباء ولا بنزين. الاي باور هي مش عربيات هايبريد يا جماعه. لو قلنا ان الموتور ده بنزين وان العربيه دي هايبريد، لازم الموتور البنزين ده يتدخل في حركه العربيه. ولكن هنا في الاي باور من نيسان، موتور البنزين اللي هو 1500 سي سي 3 سلندر التربو ده يعتبر جنريتور، ده يعتبر محطه الشحن بتاعت عربيتك. وعشان برضو تفهموا اكتر عن منظومه الاي باور ده، قلت لكم محرك 1500 سي سي 3 سلندر تربو بيطلع حوالي 144 حصان و250 نيوتن متر تورك. في منظومه تبريد للمحرك البنزين، وفي منظومه تبريد للمحركات الكهرباء. ولو جيت بصيت كده هنا لونه اورنج ده بيكون محرك البنزين، بيكون واصل بانفرتر عشان يحول الاي سي فولتج لدي سي للبطاريه، وبعد كده البطاريه بتقدر تحرك الموتور الكهرباء اللي قدام، موتور الكهرباء اللي ورا. في بطاريه كده هنا في النص، البطاريه دي حوالي 1.8 كيلو وات وتطلع ماكسيمم باور 66 كيلو وات. البطاريه صغيره، يعني لو عوزت قدام بعد 8 سنين 10 سنين تغير البطاريه بتاعت العربيه، البطاريه مش هتبقى غاليه. البطاريه واصله بمحرك كهرباء قدام بيطلع حوالي 330 نيوتن متر تورك. وعشان النسخه اللي معانا دي نسخه الاي فورس اللي هو الجر كامل للعجلات، في محرك كهرباء ورا بيطلع حوالي 195 نيوتن متر تورك. الهورس باور بتاع العربيه دي 211 هورس باور. الارقام اللي موجوده نيسان منزلاها بتقول لك ان العربيه الموتور الكهرباء بيطلع 330 واللي ورا بيطلع 195. سؤالي هنا، هل اجمعهم على بعض ولا ما يتجمعوش على بعض؟ عايزكم كده تبصوا على شكل العربيه، هناخدها تجربه قياده على الطريق. احنا ندور العربيه كده، العربيه دارت، العربيه ما فيهاش اي صوت محرك البنزين لغايه دلوقتي. يبقى العربيه دي كانت معايا لمده حوالي اسبوع. موتور البنزين انت هتسمعه في حاله واحده بصوت ملحوظ لو واقف بالعربيه، لو ماشي بالعربيه والموتور بيتدخل صوته مش جامد قوي زي ما انت واقف. خلينا ناخد تجربه قياده كده للعربيه نيسان اكستريل. اول حاجه عايز اجربها في العربيه دي عامله ايه في الملفات. العربيه عشان بقى لها معايا اسبوع، حابب اقول لكم ان العربيه ممتازه في الملفات، توجيه ممتاز، التعليق بتاع العربيه مساعدها، ماكفيرسون قدام ومالتي لينك ورا، وكمان الاول ويل الاي فورس. منظومه الاي فورس من نيسان هي جر كامل للعجلات زي ما قلت لكم من شويه. عندنا اهو طالعه وعايزين نجرب فيها العربيه التوجيه في الملفات عامله ايه. احنا دلوقتي ماشيين حوالي على 70. اي ملف خلي بالكم زي ده كده بيبقى سرعته 60 وماكسيمم 70. فخلينا كده نجرب، احنا داخلين كده الملف، خلينا برضو احنا بنجرب عربيه فعايزين نطلع يعني اوحش ما فيها واحسن ما فيها. فخلينا كده نبص في الملف ده كده، توجيه ممتاز وثبات العربيه في الملف ممتاز، ولا بتاندر ستير ولا بتوفر ستير، عربيه ثابته جدا في الملفات بشكل واضح. بصوا انا ما طلعتش، لو خدت بالكم انا ماشي على حاجه و70 او ماشي على 70، انا ما طلعتش بره اللاين بتاع الحاره بتاعتي. تاني حاجه عايزه تستها في العربيه دي هي مساحات الرؤيه. مساحات الرؤيه بالنسبه لي حلوه، انت قادر لو رفعت الكرسي قادر تشوف كل اللي حواليك. حاجه واحده بس اللي انا مستغربها، دي كبيره جدا، كبيره. بصوا حجمها قد ايه، بصوا حجمها كبير جدا لدرجه ان انا لازم انزل الكرسي. يعني بصوا انا لازم انزل الكرسي كده عشان اقدر اشوف الطريق. فدي ملاحظه من الملاحظات اللي في العربيه مش عجباني. ولكن مساحات الرؤيه، ارجع ارفع بقى الكرسي تاني، مساحات الرؤيه انا عجباني جدا كعربيه اس يو في كبيره
انا بعتبرها عربيه 7 سيتس، فبالنسبه لي عربيه لا يعني في مساحات الرؤيه كويسه ما عدا دي. بلو بيعمل اصوات من هنا، بس بيعمل صوت خفيف. خلينا كده نشوف هنا برضو صوت خفيف خالص، مفيش الاصوات اللي هي المزعجه زي بقيه في عربيات تانية بيبقى فيه اصوات مزعجه في التزييق اللي هنا. فبالنسبه لي التزييق ده مقبول. التزييق اللي في العربيه النيسان اكس تريل مش ملاحظ غير لما بدوس قوي، مش زي في عربيات تانية لو عملت كده بس تسمع صوت البلاستيك عزل بتاع العربيه. في السرعات العاليه شويه بيبدا يبان يعني حاجه بسيطه، شويه هوا كده بتلاحظ الهوا. العزل في العربيه النيسان اكس تريل مقبول. العربيه دي لو انت بتشتريها عربيه كهرباء بالكامل او سواقتها توحي لك ان هي عربيه كهرباء بنسبه 80%، العربيه كهرباء. حتى العربيه دي بتترخص كهرباء. العربيه برضه عشان الناس اللي مش فاهمه، العربيه فيها موتور بنزين يعتبر جنريتور بيوصل للبطاريه عن خلال انفرتر. البطاريه بتحرك الموتور الكهرباء اللي قدام والموتور الكهرباء اللي ورا. طيب في حاجه تانية بتشحنها، بتيجي بتفرمل، ان هو بيبدا ان هو بالفرمله يعيد شحن البطاريه تاني. فهي تعتبر بتشحن بنسبه تقاربيه، يعني محرك البنزين بيشحنها بنسبه مثلا 80% 90%، وممكن تدخل منظومه الفرامل دي 10% 15%. بس موتور البنزين لا يتدخل في حركه العجل. عشان الناس اللي تقول لك ان العربيه دي هايبريد، هي مش هايبريد، هي اي باور. منظومه موجوده في اليابان من نيسان من 2016، وتطورت ان هي كانت بدات العربيات كانوا عاملينها 254 نيوتن، بعد كده علوها ل 200 حاجه و80، وبعد كده وصلوا للمنظومه الاي باور الموجوده في النيسان اكس تريل الجديده ل 330 نيوتن متر تورك المحرك الواحد اللي هو اللي قدامه. خلي بالك العربيه دي بتنزل فئتين. الفئه اللي معايا دي الاي فورس، دي فيها موتور قدام عند العجلات الاماميه وموتور ورا عند العجلات الخلفيه. دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا خدت بالي منها دلوقتي. العفشه في المطبات وفي الحفر العفشه كويسه، يعني في بصوا دلوقتي في زي حته كده مكسره انا دخلت فيها، المساعد بيمتص التذبذب ده. استهلاك بقى البنزين، يعني خلينا نيجي نشوف استهلاك البنزين للعربيه دي. العربيه دي بقى لها اسبوع معايا، بص استهلاك البنزين قد ايه، 6.1 لتر كل 100 كيلو. وخلي بالك انا ساعات كنت باجي على العربيه دي اجيبها سبورت وبقرص عليها عشان كنت عايز اطلع اوحش ما فيها من استهلاك. جوه المدينه بتستهلك حوالي من 4.9 لتر لحد 5.8 لتر. اول ما تيجي تدوس عليها تبدا يظهر الستة، يبدا يظهر الستة و4، يبدا الستة و5، ممكن توصل ل7 لو انت ماشي سبورت حارق على سرعات عاليه. استهلاك البنزين بالنسبه لي في العربيه دي انا شايفه لو جيت قارنته بعربيات البنزين على عربيه وزنها، العربيه دي وزنها 2 حوالي 1900 كيلو، يعني حوالي 2 طن وزن عربيه تقيل. فاستهلاك البنزين لو جينا قارناها بالعربيات البنزين، لو جبت عربيه 2 طن برضو هتلاقي استهلاك البنزين ممكن يوصل ل9، في حاجات ممكن توصل ل10 لتر وفي حاجات اكتر. فممكن تقول ان العربيه دي بتوفر لك بنزين بنسبه، من وجهه نظري بنسبه 40%. التفويله الكامله هو 55 لتر التانك بتاع العربيه. 55 لتر ده يمشيك قد ايه؟ في التفويله بيديك رينج حوالي 900 كيلو، ولو انت ماشي على الايكو ممكن توصل ل1000. لكن اللي انا شفته في التجربه لا، بتجيب في الرينج في التفويله الكامله حوالي 900 كيلو، ممكن تجيب 800 كيلو، ما بين ال 800 وال 900 على حسب مشيك. خلينا دلوقتي نجرب السبورت ونشوف هل استجابه العربيه دي استجابه عربيه كهرباء ولا لا. احنا دلوقتي ماشيين على 65، خلينا كده ايه نجرب كده الدوسه. الاستجابه بنسبه 80% دي عربيه كهرباء، ولكن مش 100% كهرباء. عربيه ثابته جدا حتى على السرعات. بصوا كده من ال90 لحد وانت طالع كده، دي احسن شويه من ال60 لل100. برضو بص الاستجابه، لا الاستجابه بتاعتها انت حاسس ان هي بنسبه 80% عربيه كهرباء، ولكن مش 100%. في زرار هنا اسمه اي في، ولكن اي في ده بيحول لك العربيه تبقى 100% كهرباء. انا ماشي معتمد على البطاريه، موتور البنزين انا منعه من التدخل. تعالوا نجرب، هنمشي كده ايه ملف عادي نشوف امتى النظام ده هيتكنسل. عشان النظام ده لما بيلاقي ان انت
بتحمل على البطاريه بيكنسل النظام ده ويبدا الموتور البنزيني يتدخل. لغايه دلوقتي هو شغال عادي طبيعي. هو بص دلوقتي اتكنسل، قال لك الديماند فيري هاي، احنا طالعين على مطلع، قال لك كده لا الغي الاي في. انا شايفه بصراحه لو انت ماشي في زحمه، بس ليه بقى؟ يعني انا شايفه في العربيه مش اوبشن. ليه؟ عشان يعني هو كده كده هيتكنسل، فتقريبا هو ممكن يبقى في الزحمه. بس في اوبشن تاني في العربيه برضو اسمه اي بادل. لما انا سافرت اليابان مع نيسان اخدت زي تريننج على الاي بادل والاي باور والاي فورس والكلام ده. هم واخدينه من الفورمولا اي. هم طبعا عندهم عربيات نيسان في فورمولا اي وبينافسوا بقوه، فهم بياخدوا التكنولوجي اللي موجوده في العربيات الفورمولا اي ويحطوها في العربيات بتاعتنا الباسنجرز. بس انا عايز اوريكم بقى الاي بادل شغال ازاي. احنا لو جينا هنا كده دوسنا اي بادل بقت اكتيفيتد هنا كده، انت هتسوق العربيه ببدال البنزين بس او ببدال الكهرباء بقى في حاله العربيه دي. يعني انا مش هحتاج ادوس فرامل نهائيا، انا بدوس بنزين بس. فتعالوا نجربها كده. احنا كده دوسنا بنزين اهو، بس انا ما برجحهاش ان انت تجربها على طريق سريع، يعني جوه المدينه احسن. بس عايز اجربها معاكم كده سريعا. بصوا هي فرملت لوحدها. ممكن على فكره تجربها على طريق، يعني على طريق لذيذه مش وحشه. بص انا دوست كده بنزين كده، شلت رجلي، بص العربيه هتقلل سرعتها ازاي، هتفرمل. الفرمله دي هي بتستخدمها بقى في شحن البطاريه الراجع بتاعها، ترجع تشحن البطاريه. دي منظومه الاي بادل ببساطه. نفس فكره الفورمولا 1 ان هو كان بياخد الهيت بتاع الفرامل يرجعه على الموتور يستخدمه از باور للموتور. عايزين نجرب التسارع بتاع النيسان اكس تريل من 0 ل 100. ارقامها بتقول 7.2 ثانيه. ندوس بقى ايه كهرباء على طول، يلا. عايزين نعمل التسارع من غير التكييف وفي الجهه الثانيه ونشوف. اظن الهواء كده، الهواء معايا كده. تسارع النيسان اكس تريل من 0 ل 100. صوت البنزين، موتور البنزين بدأ يلاحظ هنا. بس التسارع بتاعها حلو قوي يا جماعه. انا سمعت صوت موتور البنزين دلوقتي لما قفلت التكييف وقفلت كل حاجه سمعته. عايزين نتكلم على السيفتي في العربيه دي. العربيه دي الفئه الاولى والفئه الثانيه فيها نفس عوامل الامان. فيها 6 ايرباج، فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها كل انظمه الفرامل الامان، وفيها نظام اللين اسيست، او ان انت لو جيت طلعت من الحاره خلينا نجربه، بيحاول ان هو ينبهك. وفي اوبشن هنا ان هو بيعمل فايبريشن، بيعمل فايبريشن في الطاره. ممكن تخليه لو، ممكن تخليه ميديوم، ممكن تخليه هاي. هو بدا يشتغل على طول اهو اول ما طلعت من الحاره بتاعتي. فيها نظام ان انت لو في عربيه جت قدامك فيها مانع للتصادم. كمان العربيه فيها بلايند سبوتس في المرايات الجانبيه. العربيه برضو فيها امرجنسي بريكس. بصوا بقى الكاميرا دي عجباني جدا. كاميرا ان المرايه دي بتبقى مرايه عاديه وعايز تستخدم الكاميرا الخلفيه زي داش كده ليك، دي بصراحه عجباني. فيها نقطه واحده المفروض كانوا يعملوا لها بقى حاجه في المرايه دي، ان هي حاجه كده يخلوا المرايه داخله لجوه شويه بكيرف او حاجه عشان يمنع انعكاس الضوء عليها. ساعات الضوء بيضرب فيها، ساعات متبقاش شايفها كويس قوي يعني، بالذات في الشمس. بصوا هتلاقي ان البطاريه بتحرك العجلات، ده معنى كده ان البطاريه بتمشي المحرك اللي قدام والمحرك اللي ورا. ولكن بصوا الموتور البنزين مطفي كده مش شغال. بس مجرد خلينا نتست كده، ندوس. بص بدأ يتدخل موتور البنزين. هل صوته انت سامعه؟ لا بصراحه، يعني حاجه بسيطه جدا لو انت ركزت معاه. نشغل برضو التكييف ونشوف التكييف اخباره ايه. احنا برضو في الشتاء فمش هنقدر نحكم عليه قوي، بس يعني انا اول ما شغلته لا هو التكييف استجابته سريعه جدا. ولو جينا بصينا على الشكل الخارجي للنيسان اكس تريل الجديده اللي هو الجيل الرابع، بصراحه انا شايف ان شكلها كبر جدا وعرض جدا، تحس ان هي واخده هرمون. وعشان نيسان بتحب الفي شيب فدايما هتلاقيها في عربيات نيسان موجود في الشبكه. كمان الفوانيس دي حاجه اسمها اكتيف هيد لايتس، بتعلى وتوطى على حسب النور اللي انت محتاجه. اضاءه العربيه دي بعد تجربه 5 ايام، وهحط لكم برده فيديو وانا بجربها، الاضاءه كويسه جدا.
كمان العربيه بتيجي فوج لايتس ليد، بس انا بصراحه شايف ان الفوج لايت ده صغير قوي. وبالنسبه لفتحات التهويه هتلاقي فتحات تهويه من هنا، وفتحات تهويه هنا، وفتحات تهويه هنا. واللي هيجي يقول لي هي العربيه ليها فيها فتحات تهويه عشان محرك البنزين اللي موجود، اللي يعتبر هو محطه الشحن للبطاريه عشان يقدر يحرك المواتير الكهرباء. كمان لو جيت بصيت على الشكل الجانبي للعربيه هتلاقيها ان هي فعلا بقت اعرض اكبر، وكمان حاسس ان هي بقت اعلى عن الاول، عن الاجيال القديمه. الجنط هنا بيجي 2 تون، بيجي مقاس 19 في الفئه اللي معانا اللي هي فئه الاي فورس. الاجيال القديمه هتلاقيها كانت كنزه كده في نفسها، دي هتلاقيها كبرت وعرضت وعضلت شويه. ولو جينا بصينا على الفوانيس الخلفيه هتلاقي فيها شويه تفاصيل كده بصراحه حلوه، اللي هي الدوتس دي، وان الفانوس كله ليد بالكامل. كمان البيبان الخلفيه للعربيه بتفتح 90 درجه، فيبقى الدخول سهل جدا. فتعالوا كده نشوف برضو القعده ورا. القعده ورا انا شايف ان المساحه اللي قدام دي كويسه جدا، انا طولي حوالي 174. الهيد روم واللاج روم كويسه جدا. كمان في هنا زون للتكييف منفصله عن اللي قدام، وفي فتحتين للتكييف ورا، وفي حتى يو اس بي تايب سي، يو اس بي تايب اي عادي. كمان الكرسي اللي انت قاعد عليه بيقدر يطلع لقدام ويرجع لورا، وكمان الظهر بتاعه بيقدر ان هو يرجع لورا اكتر. كمان نفس الكلام هنا في زي ارم ريست، في 2 كاب هولدرز، وفي مكان تخزين صغير. شنطة العربية حوالي 485 لتر. لو تنينا الكراسي دي هتلاقيها بتديك حوالي 1298. اللي انا بقى عايز اجربه دلوقتي ال7 سيتس. هل الكرسيين اللي ورا دول ينفع انا اقعد فيهم؟ انا شايفهم تشايلد سيتس، بس تعالوا نشوف لو انا قعدت فيهم هبقى مرتاح ولا لا. لازم نفتح كده ونفتح ده كده. بص كده، انت لازم زي تميل الكرسي ده. بصوا كده، هرجع تاني كده الكرسي. لو الكرسي ده قدام شويه هبقى قاعد مستريح، يعني لو قاعد هنا ده مش طويل قوي هبقى قاعد مستريح. بس قولا واحدا، اللي هيقعد هنا طفلين. شخص كبير يعني في الطوارئ ينفع بس هيبقى قاعد متقدر شويه يعني. كمان لو جيتوا بصيتوا على الشنطه بتاعت العربيه، هي بتفتح كهرباء وبتقفل كمان كهرباء، وفي زرار كمان ان انت لو عايز تقفل العربيه وتقفل الشنطه معاه. نيسان اكس تريل بتيجي في فئتين. فئه الاي فورس، اي فورس بتبقى جر كامل للعجلات، عشان بيبقى فيه موتور كهرباء عند العجلات الخلفيه، وبيبقى فيه موتور كهرباء عند العجلات الاماميه. الفئه الاولى بتيجي بس جر امامي للعجلات، بيبقى فيه موتور كهرباء قدام هنا بس. تاريخ النهارده النهارده بنصور حوالي يوم 13 12 20 24. سعر العربيه اللي هي الاي فورس الاي باور النيسان اكس تريل حوالي 2 مليون و500، والفئه الاولى اللي فيها موتور واحد قدام ثمنها حوالي 2 مليون 200. انا كده دورت العربيه، مفيش اي صوت، عربيه تعتبر كهرباء. هتلاقي فيه شاشه هنا ب 12 و3 بوصه، وهتلاقي هنا كمان شاشه 12 و3 بوصه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وكمان الشاشه كلها تاتش، تقدر ان انت تتحكم فيها، والريسبونس بتاعها بصراحه كويس جدا. هتلاقي هنا في هيد اب ديسبلاي قدامك بيظهر عليها سرعه العربيه، ويظهر عليها كمان منظومه بتاعه السيفتي، يعني لو طلعت بره الحاره هتقول لك ان انت طلعت بره الحاره، وكمان لو مشغل اغاني بتظهر لك هنا، او لو حد كلمك هتظهر لك برده هنا. الشاشه الرابعه بقى هي ان المرايه دي مرايه تمام، ولكن لو عملت كده هتجيب لك الطريق وراك. كمان العربيه فيها سنسور امامي وسنسور خلفي، وفيها كاميرات 360. وبصراحه انا عجباني جدا الكاميرات هنا، بتساعدك كويس جدا وانت بتركن العربيه، او لو داخل في حته ضيقه وعايز تاخد بالك من يمينك وشمالك، عشان العربيه تعتبر كبيره، عربيه 7 سيتس. الكاميرات اللي موجوده في النيسان اكس تريل هتلاقي فيه كاميرا اماميه هنا، وكمان هتلاقي فيه كاميرا في المرايات الجانبيه اهي، وكمان هتلاقي فيه كاميرا خلفيه. والكاميرا الخلفيه دي زي ما انا قلت لكم بتقدر ان المرايه اللي جوه تقدر ان هي تستخدمها طول ما انت ماشي بالعربيه، مش مجرد بس ان انت تركن بيها، لا، المرايه كمان بتتحول باستخدام الكاميرا دي. بالنسبه لمساحات التخزين، في مساحه تخزين كده مخفيه هنا وكبيره جدا، يعني انا كنت مره حاطط فيها اللابتوب بتاعي وكنت حاطط فيها علب اكل. هنلاقي ان في هنا 2 كاب هولدرز، بس بصراحه كنت مستني يبقى فيها
اللي هي السوسته اللي هي تاخد حتى الازايز الصغيره، عشان لو حطيت ازازه هنا صغيره هتلاقيها بتروح وتيجي. كمان مساحه التخزين هنا كبيره جدا، بتفتح باتر فلاي وغويطه جدا، يعني تحط فيها حاجات كتير، انا حاطط فيها حاجات كتيره جدا. كمان في مساحه تخزين للموبايل هنا، وكمان ده يعتبر وايرلس تشارجنج، والجميل هنا فيه ان هو لو اول ما يشحن يروح منور اللي هو النور البرتقالي. كمان في مساحه تخزين هنا تعتبر مش كبيره، تعتبر متوسطه، يعني لو جينا بصينا كده هنا اللي هي في مساحه كبيره ممكن تاخد زي ازازه او تاخد اي حاجه ممكن تكون عايز تخزنها في الحته الكبيره دي. كمان العربيه فيها بانوراما كل السقف، تقدر تفتح البانوراما، مش كتير هتلاقي في عربيات بتفتح فتحه السقف بتاعتها البانوراما، قليل قوي يعني. بص كل ده كده فتح. العربيه بتيجي بثري زونز للتكييف، في زون هنا دي منفصله لوحدها، دي منفصله كمان لوحدها، في زون هنا كده ورا بتقدر برضو تتحكم في درجه الحراره لوحدها. 5 مودز، في عندك ده اللي هو الاوتو اللي احنا عليه دلوقتي، وفي اللي هو الايكو، وفي اللي هو السبورت، وفي كمان سنو بس ده احنا مش هنحتاجه، وفي كمان اوف رود، كمان ده مانع اللي هو التزحلق اللي بيجي لو نازل على منحدر، في اللي هو الزرار ده. في اخر الفيديو حابب اقول رايي الشخصي في العربيه النيسان اكس تريل الجديده بمنظومه الاي باور. منظومه الاي باور انا شايفها منظومه ذكيه جدا من نيسان، ان هي تنزل في الوقت ده عربيه كهرباء مش محتاج تشحنها في حته، بتترخص كهرباء، فدي برضو ميزه ان الضريبه بتاعتها تبقى اقل من ضريبه العربيات البنزين وانت بترخص. رايي ان لو حد عايز يشتري العربيه دي، لو الحد ده متخوف من فكره العربيات الكهرباء من حته الشحن، فالعربيه دي مناسبه ليك. العربيه دي هتاخد منها ايه؟ هتاخد منها اكسبيرينس او درايفنج اكسبيرينس بتاعت العربيات الكهرباء بنسبه 80%، وهتاخد منها توفير في البنزين بنسبه 40%، ممكن توصل ل 50% في بعض المنافسين. اكتبوا لي بقى في الكومنتس، هل انتوا شايفين منظومه الاي باور اللي موجوده في النيسان اكس تريل الجديده هل ممكن تنجح في مصر ولا لا؟